السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال. صلى على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمدا رسول الله. استغفر الله العظيم واتوب اليك. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا من القلب انكم فضلتوا معايا وفي ظهري وفي سندي. شكرا لحبايبي اللي نوروني، اشكركم على كل شيء يا حبايبي وعيلتي وناسي. حبايبي كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى مبارك. يا رب يعيد علينا الأيام بالخير واليمن والبركات. كل سنة وانتم طيبين وبخير دايما. حبايبي النهاردة هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن الفنان الكبير محرم فؤاد. اللي حصل واحدة واحدة. الفنان الكبير محرم فؤاد كان في حفلة كبيرة قوي من حفلات الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، كان في عيد ميلادها يعني. فلما حضر العيد ميلاد كان طبعا في كتير بقى متجمعين، ملحنين على مطربين على ممثلين، يعني فنانين كده كتير مع بعضهم ومخرجين ومنتجين. فالفنان الكبير فريد الأطرش كان موجود في العيد ميلاد دوت. فالفنان الكبير محرم فؤاد وهو بيغني عجبه جدا صوته. الفنان الكبير فريد الأطرش عجبه صوت الفنان الكبير محرم فؤاد، عجبه جدا، فأهداه أغنية يا وحشني رد عليا. فالفنان الكبير محرم فؤاد فرح طبعا لان اهدائه من فنان كبير زي فريد الأطرش كده، كده اغنيه بالحجم ده اهداه كده. فضل فرحان وسعيد جدا جدا بالموضوع دوت. المهم تاني يوم طبعا هم كانوا طبعا عاملين عيد ميلاد ده اصلا في احد المصايف. فتاني يوم نزل فرحان جدا وبيحتفل مع اصحابه وكده ومبسوط قوي. نزلوا البلاج. المهم لما نزلوا البلاج وقعدوا اصحابه بقى فرحان وسعيد. فنان زي ده ليه قدره، واداله اهداء اغنيه وهيلحنها له، كان فرحان جدا. المهم نزل بالمايو، ولما نزل بالمايو كده فضل فرحان قوي وقلع. كان عنده سلسله دهب بيتفائل بيها جدا. كان بالنسبه له يعني طبعا المعتقدات دي خاطئه، كل شيء بامر الله. فقلع السلسله الدهب دي ومتعلقاته وسابها على ترابيزه البلاش، كراسي اللي قدام البلاش، ونزل وهو واصحابه نزل يعوم. فلما نزل يعوم فضل يغوط قوي يغوط قوي يغوط قوي، وبقى اصحابه يساعدوه علشان هو يقوم، يعني حس ان هو خلاص هيغرق. فهو فعلا بيغرق، بقى يقول لهم لا لا، وبقى سعيد من سعادته بالاغنيه، بقى يغوط ومش راضي اي مساعده من صحابه ان هو يساعدوه يطلعوه، لانه كان على وشك الغرق. من فرحته غوط لجوه واصحابه يساعدوه، وهو برده مش راضي ان هو يطلعه. المهم صحابه حسوا بالخطر عليه، نزلوا فعلا وانقذوه. وهم لما انقذوه طلعوه، فبيقول انا حسيت ان هو زي ما يكون اغماءة الغرق. بقى يفوقوه كده. لما فاق لبس السلسله الذهب، كأن السلسله الذهب دي هي اللي هتنجيه من الموت. لكن طبعا كتب له عمر جديد. لكن طبعا كل شيء باذن الله، كل شيء بامر الله. لو كان لي نصيب انه هيموت في الوقت ده كان هيموت، لكن لو نصيب كاتب ربنا كاتب ان هو هيموت في وقت تاني، فعلا مات في وقت تاني. ده قضاء ربنا، والسلسله مش هي اللي هتحميه، كل شيء بامر الله. ويلبسها، ولما لبسها فضل زي ما يكون ان هي مش حاسبها ولعلقها في رقبته. حبايبي دي مواقف من مواقف فنانينا للزمن الجميل. في موقف حدث تاني للفنان الكبير فريد شوقي. فهو بيقول انا كنت بزور احد قرايبي في مستشفى، فبيقول من كتر ما انا زرته كده ولقيت ممرضة جدا اعجبت بيها. الممرضة دي كانت بتحب السباحة وبتحب الرياضة وتحب السهرات. فبيقول كنت معاها في السباحة وفي الرياضة، بخرج معاها في كل مكان وفي كل وقت، وحبيتها لدرجة ان انا كنت هتزوجها، كان هيتزوجها، وكانت كان معجب بيها جدا جدا. وبيقول قضينا يعني واتقابلنا وخرجنا وقضينا وقت كويس جدا. وبعدين بصيت لقيت طبعا قريبه ده خرج من المستشفى. وبعدين هو طبعا عارفها وحاول يتصل عليها تاني يدور عليها تاني. بص ان هي لقاها مش موجودة في المستشفى. اذ فوجئ ان هي اتجوزت الطبيب المعالج اللي معاها في المستشفى، وبعد كده ما شافش وشها تاني. حبايبي دي مواقف وطرائف حدثت لفنانينا من الزمن الجميل، حبيت اقولها لكم. يا رب تكون عجبتكم. اوعوا تنسوا تعملوا لايك، ما تنسوش تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا، كل سنة وانتم طيبين.